يا صباح الورد والهنا على حبايب قلبي. أنا نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الرسول تنفك العقد على طول. دي المفتقة اللي أنا عملتها أو المعقودة زي ما بيقولوا عليها اخواتنا الاسكندرانية. أنا يا جماعة صورت الفيديو بس للأسف المقطع الأولاني بالمقادير اتمسح من على التليفون، وأنا كنت عاملة الفيديو وتعبت فيه قوي. انا هقول لكم المقادير. هي كان 2 كيلو عسل، وكان كوبايه دقيق وكوبايه زيت و3 معالق مغات ومعلقه كبيره حلبه حصى مطحونه وربع معلقه ملح ليمون. ال2 كيلو انا عملت كميه اللي انتوا شايفينها دي برطمان كبير كيلو. عملت 3 علب من علب الرز بلبن، وانا وعملت هسيب لكم برطمان المقادير في صغير صندوق من انا زيت بقى الزيتون. هنزل بالموجات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هديله برضو ايه تقلبتين. الله الله على الريحه يا جدعان، حاجه ايه. ده موجات اصلي بقى بنور. هنزل دلوقتي بقى بكوبايه السمسم. خلاص في المرحله دي احنا هننزل بالسمسم. السمسم بس عشان اخرج منه الزيوت اللي فيه. لو عايزه تكتري في السوداني والسمسم مفيش مشكله، كتري براحتك يعني زي ما انت تحبي. انا هقلب برضو شويه لغايه لما السمسم يحمر معايا والموجات والحلبه يستووا. طبعا الريحه ايه يا جماعه بقى، مش قادره اقول لكم. نفسي تكونوا معايا وتشموا الريحه اللي انا شماها دي. انا دلوقتي بقى بعد لما الموجات اتحمر والسمسم هدي برضو تقليبه كده تاني. انا عليت عليها شويه. هديها برضو تقليبه كده كويس وانزل بالعسل. معلش لو انا بعمل لكم ازعاج بالمعلقه اهو. ده اول كيس عسل زي ما انتم شايفين السمك بتاع العسل. تقيل ازاي، معذرة بس عشان البخار بتاع الحلة. هننزل دلوقتي برضو بالكيس التاني. دلوقتي اهو احنا بننزل بالكيس التاني زي ما انتوا شايفين معايا. العسل طبعا اصلي وخام وبيور زي ما انتوا شايفين معايا. دول 2 كيلو عسل، والمقادير اللي انا قلتها لكم دي مقادير 2 كيلو عسل. هفضي بس الكيس كويس وارجع لكم. انا كده بقى حطيت ال2 كيلو عسل وهقلب. وتقلبي في اتجاه واحد، اتجاه واحد، وهنسيبها تغلي 10 دقايق. هتغلي 10 دقايق، وطبعا النار عالية. طبعا انت بتقلبي في اتجاه واحد عشان العسل ما ينزلش ميه، يعني ما يفصلش منك وينزل ميه والكلام ده. هنسيبها تغلي لمدة 10 دقايق وارجع لكم وتشوفوها وهي بتغلي ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا زي ما انتوا شايفين معايا هي بتغلي اهي. هنسيبها تغلي لمدة 10 دقايق وبعدين هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا زي ما انتوا شايفين معايا هي بتغلي وانا موطية عليها. دلوقتي انا عايزة اختبر هي استوت ولا لا. هعمل ايه؟ هاخد شوية بالمعلقة واحطهم في طبق ونجرب مع بعض ونشوف هي استوت ولا لسه. يلا بينا كده نشوف الاختبار. دلوقتي انا حطيتها اهي في الطبق. انا عايزاها تبرد شويه. هعرف ازاي انها استوت ولا لا؟ انا هعمل كده بصباعي. لو رجعت بسرعه يبقى هي لسه ما استوتش. هي دلوقتي لسه ما استوتش، فاضل لها
تكات بسيطة. دلوقتي بقى وهي بتغلي كده انا هنزل بربع معلقة ملح الليمون. ملح الليمون ده المادة الحافظة بتاعتنا، وهسيبها تغلي 10 دقايق وهطفي عليها. خلاص كده هسيبها تغلي 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها، وهي بتبتدي تتقل اهي زي ما انتوا شايفين. هي كمان لما تبرد هتتقل مع نفسها اكتر، ما تفتكريش انها خفيفة، لا هي مش خفيفة، هي كل ما هتقعد كل لما هتتقل. بصوا معايا انا جربتها اهو في الصينية، عايزة اوريكم. بصوا شايفين تقلت ازاي، شايفينها هي على صباع ازاي كده. خلاص انا كده هطفي عليها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا طفيت عليها، بس هو انا السوداني احمر مني قوي، يعني احمر مني شويه زياده، بس مش مشكله، يعني احنا بنحبه فيها احمر قوي. تمام كده هسيبها تبرد، بس مش تبرد خالص، يعني يا دوبك تدفى عشان اعرف احطها في البطرمانات وتشوفوها معايا بقى. انتظروني.